عمي يحيى، لقد أخبرني أبي أنك خير من يحكي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجوك عمي يحيى، احكي لنا كيف نزل الوحي على الرسول الكريم. عمي يحيى، أخبرنا بكل شيء تعرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حسنا يا أنس، سأقص عليكم كيف نزل الوحي على رسولنا الكريم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. شعرت آمنة بنت وهب بفرح يغمر قلبها، وراحت تتطلع إلى السماء، وقد تذكرت الرؤيا التي رأتها قبل أيام. كانت تقوم وحيدة في الصحراء، وفجأة خرج منها نور عظيم ملأ السماء وأضاء ما بين المشرق والمغرب. يا زوجي يا عبد الله، إلى متى سأظل أناجيك كل ليلة؟ انظر إليه، ما أجمله، وما أجمل وجهه الذي يملأه النور. أتدري يا عبد الله، أشعر أن هذا الطفل سيكون له شأن، وأنه ليس كغيره من الأطفال. وأرسلت آمنة البشارة إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا ستسميه يا عبد المطلب؟ سأسميه محمدا. سأطوف بالكعبة الآن شكرا لله وحمدا له. هي الناس بتلحد ليه؟ ما لقوش حد يقول لهم الله، ما لقوش حد يعلمهم يصلوا على رسول الله.